السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من سلسلة. والله لحد دلوقتي دي الحلقة دي الحلقة السابعة. أنا مش عارف أسميها إيه، بس أنت هتلاقيها فجأة في سلسلة فيديوهات اسم يعني. ولكن المهم إن إحنا بنتكلم عن التصوير بكل حب، وعنوان حلقتنا النهاردة عن ما وراء الكواليس، خلف الكواليس. خلف الكواليس ده إن أنا أروح قالب الكاميرا كده وأوريك السيت أب، الإضاءة، أوريك كل حاجة، أو أوريك أنا بصور الفيديو إزاي، أو الخلفية، او كل التفاصيل دي. فدي تعتبر كواليس. او لو مسلسل بيتصور فيبتدي يعرض لك كواليس، حاجات ما حصلتش او ما دخلتش في سياق الموضوع، فدي تكون الكواليس. ولكن الفكرة في كواليس التصوير دي انك انت تجهز كل حاجة. فانا بعتبر ان ممكن الكواليس دي انت تعملها على مزاجك. بمعنى ايه؟ الاضاءة او التصوير يعني يا جماعة، مش شرط ان انا الاضاءة دي تكون اضاءة صناعية زي الاضاءة اللي انا بستخدمها دي. ممكن تكون اضاءة بتاعت الشارع، لان لو انا هصور في الشارع معيش معدات، انا راجل هاوي معايا موبايلي بصور بيه، فممكن الكواليس دي انا اللي اطبق عليها عشان اصور صورة. لو ماشي وقت معين وفجأة السما غيمت، انا مش مجهز ده، فلقيت الجو فجأة بقى لونه متجه ناحية البرودة، فابتدي اصور تفاصيل معينة لطائر مثلا المطرة نزلت عليه فقاعد بردان كده على جنب فوق سور، فيبتدي ان انا صورت تفاصيل معينة. او وقت الغبار مثلا، او اللي هي لما بيكون في ضباب وتصور مثلا، صورت صورة الغربان كده واقفين بشكل معين. فكل دي كواليس ممكن انت اللي تخلقها او تطبق عليها. مش شرط الكواليس دي تكون انت السبب فيها يعني. فالكواليس التصوير بتكون ممتعة جدا. ليه؟ لأنك كل حاجة بخلف الصورة أو خلف الفيديو دي بتكون هي الكواليس. الحقيقة إن هي بتكون ممتعة جدا، إنك أنت بتجهز كل حاجة وبتطبق على البيئة اللي حواليك عشان تخلق الصورة، أو عشان تصور الصورة اللي أنت عاوزها يعني. وأنا بحب دايما إن الكواليس دي تتفرض عليا عشان أقيس مهارتي، إن أنا أقدر أصور في أي مكان وفي أي وقت، وكل ما هو جميل يتصور، ومهما كان المكان بشع ففي دايما ركن محتاج يتصور. ده كان باختصار حاجة عن خلف الكواليس. أتمنى يكون التفاصيل اللي أنا بتكلم فيها، والله مش بكبر من الكلام اللي أنا بقوله، بس أنا حاسس إنه كلام لو اتحس أو اتفهم بشكل معين الدنيا هتكون جميلة جدا معاك في التصوير، وإنك أنت هتبذل مجهود أكتر في الحاجة اللي أنت بتعملها. طالما أنت بتحب التصوير فاعمل فيه و... وابذل مجهود أكتر. بس ده كان موضوع حلقتنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديوهات بسيطة وخفيفة على قلوبكم، وإن الفيديوهات دي تنول إعجابكم إن شاء الله. أنا أخوك يحيى، متنساش لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله